كتاب الطلاق يهدد امن المجتمع. الاستاذ علي الشرف الحمادي يعني اعتقد ان هو كتب هذا الكتاب منذ 7 سنوات يا استاذ اسامه، 7 سنوات بالضبط. هذا الكتاب حصل على جائزه افضل كتاب عام 2019. هذا الكتاب يضم عدد كبير جدا من الاطروحات ومن المناهج الفكريه التي لو طبقت لاصبح الزواج مؤسسه مجتمعية حقيقية. طبعا الطلاق يهدد أمن المجتمع، احنا في مركز العرب اشتغلنا على هذا الكتاب منذ أن حصلنا على الطبعة في عام 2021، وأفردنا عدد كبير جدا من الحلقات عن هذا الكتاب بعنوان زوايا بحثية في كتاب الطلاق. طبعا الأستاذ علي الشرف الحمادي في هذا الكتاب وضع المشاكل الحقيقية التي تتعرض لها الأسرة، منها عدم التأهيل قبل الزواج، منها طريقة الاختيار، وفي النهاية وصل إلى مضامين أو إلى توصيات حقيقية وصفها كلها في العقد الزواج الذي وضعه في نهاية هذا الكتاب. وعقد الزواج الأستاذ علي وضع فيه 14 بند، 15 بند، 15 بند. ال 15 بند كلهم بيحاولوا يعالجوا الخلل اللي موجود في المجتمع. حضرتك يا دكتورة قلتي كلمة جميلة جدا، وهي أن كل شيء يطرح على المجتمع أولا والمجتمع يطالب به يكون سهل جدا إقراره. احنا منذ 2019 الأستاذ أسامة وكل الزملاء عقدنا ندوات كثيرة جدا 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 عن هذا الكتاب، وخرجنا بتوصيات وبفاعليات، لكن تبقى الإشكالية الحقيقية كيف يصل هذا الكتاب إلى كل الناس ويطالبوا حتى بما فيه، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال تبني هذا الكتاب لمؤسسات في مؤسسات الدولة الفاعلة التي تصل إلى كل الجميع. يعني أنا أتمنى أن يتم الشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للاستعلامات موجودة في كل المحافظات، أن يتم أن يتم طرحه أيضا مع وزارة الشباب والرياضة. والأستاذ أسامة عقد مع وزارة الشباب والرياضة فعاليات عديدة ولديه بروتوكول تعاون معها، وبالتالي آليات الطرح لابد أن تكون بموضوعية وبمنهجية عالية، وخاصة أن هذا الموضوع فيه إشكالية وفيه معارضة. والأستاذ علي الشرف الحمادي جاء في نقطة مهمة جدا، هذه النقطة هي نقطة الطلاق الشفهي. تحدث فيه واستفاض فيه، وهذا الموضوع موضوع شائك استطاع الأستاذ علي أن يعني يوضحه بشكل أساسي، لأن يعني آليات استمرار الحياة الزوجية هي الإشكالية الحقيقية. احنا بنتكلم ان احنا بعد ما بيرتبطوا اي اتنين مع بعض، زي ما حضرتك اشرت بارقام مخيفة، هي مخيفة للمجتمع، لان المجتمع اذا يعني تفككت الاسرة، وهو ما اراد الاستاذ علي الشرف الحمادي ان يوصله الى المجتمع العربي كله وليس المصري فقط، فهو تهديد لامن المجتمع، لان امن المجتمع يتم بناؤه من الأسرة. وهو طبعا الأستاذ علي استند في كل المواثيق وفي كل الأفكار التي يتحدث فيها عن الطلاق تحديدا وعن الزواج، هو أن الإشكالية في عدم فهم الناس لنصوص القرآن الكريم الصحيحة التي تتحدث عن الحياة الزوجية، وأن الحياة الزوجية سكن، وأنها شراكة، وأنها علاقة اجتماعية جيدة، وأن فالأستاذ علي الشرف الحمادي عندما تحدث عن هذا الكتاب وضع فيه المنهج القرآني الصحيح. يعني احنا لما اتكلمنا عن الزوايا البحثية خدنا كل منهج، كيفية اختيار الزوجة، ما هي مواصفات اختيار الزوجة، القوامة، التوافق بين الزوج والزوجة، الثقافة، المعرفة، التأهيل. يعني التأهيل هو عنصر مهم جدا جدا، واعتقد انكم انتوا يعني انا عن نفسي استمتعت استمتاع كبير جدا بكلماتكم، لانكم انتوا رغم كل الندوات التي اقمناها عن الطلاق وكانت هناك ندوات ثريه جدا، وانا حضرت مع الدكتور حسن حماد كان عامل ندوه في الزقازيق، كانت ندوه، لكن انتوا يعني تحدثتوا من خلال خبره وتجارب حقيقيه. يعني انتوا كسيدات خبرة وتجارب حقيقية عشتوها، وبالتالي تراكم المعرفة وانكم انتوا تتكلموا عن الطلاق بان الطلاق لابد ان يكون
في حوار مجتمعي حقيقي يطرح ويعالج. وطبعا هو احيانا بيكون حل لانه الخيارات الصحيحه. الاستاذ علي تكلم عن الخيارات الصحيحه، وخاصه حول الايه القرانيه ومن اياته. هذه الايه القرانيه الاستاذ علي يعني استفاض في موضوع السكن، في موضوع ان هذه الايه القرانيه تؤكد على ان الموده والرحمه هي الاساس، وان القوامه ومفهوم القوامه التي تحدث عنها الاستاذ علي شرف الحمادي عرفها من التعريفات القرانيه الصحيحه. القوامه ليس تشريف ولكنها في الوقت تكليف. القوامة هو أن يكون الإنسان قادر على أن ينفق على أسرته، أن يكون هو السند المالي لهم، هو السند القدوة الحقيقية لهم، وأن تكون أيضا الزوجة لابد أن تكون بها صفات معينة زي ما حضرتك اتكلمت عن نقاط صغيرة جدا، وهي التفتيش في الموبايل، الاطلاع على حياته، الاطلاع على علاقاته الخارجية. وقلت برضو كلمة، هذه الكلمة يعني هي نبراس حقيقي، وهي أن المرأة لا يحكمها إلا أخلاقها ودينها. إذا كان لديها أخلاق ودين فأعتقد أنها تستطيع أن تصون الأسرة وتقيم الأسرة. طبعا شكرا على حضوركم.